ماشي. قلت له يا فندم عاوز ايه؟ تخيل بقى انا عاوز ايه؟ عاوز وظيفه ولا شقه؟ عايز تكمل. قلت له يا فندم اعود الميدان مره ثانيه. فبص باستغراب مره ثانيه، لا يكون ما شافش، لقيني من غير قرمه قد كده، قرمه على السرير، قرمه كده بتاع ده كده، من غير ساقين وغير دراع. بص كده وراحت عيني لامعه بالدموع واتخنق. قال له يا فوزي بلام روحي موجوده هننصر ان شاء الله، وراح ماشي ما كلمنيش. سنة 70 خلاص في وقف لإطلاق النار، رجعت تاني ازاي وايه العمليات اللي عملتها؟ لأنه معروف انه حضرتك شاركت في حرب وأنت مصاب بنسبة 100%، ايه العمليات اللي عملتها؟ أنا قمت في السنة 70 قبل وقف إطلاق النار في معجزة يعني صعب انها تتكرر تاني. سلاح غير مخصص لضرب المدرعات. ضربت مدرعة وهي باينة بالبلاستيك، برجلات 2 بلاستيك ومش شمر، وعامل يقول امشي 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 النقيب سمير، يعني انت تعبان والصول انت تعبان. فعملت عمل كان معجزه على الجبهه، ضربت مدرعه وهي بتجري، ده مدفع هاون ليس مخصص لضرب الحاجات دي خالص، ولكن ربنا كان عاوز يثبت اقدامي على الجبهه بعمل يمسكوا فيا. ضربت مدرعه ودمرتها وانا بايدي. دي عزيمه وروح الحمد لله، يعني الحمد لله مش كتير الواحد ممكن يلاقيها. الحمد لله. كنت في الفتره اللي هي سابت حرب اكتوبر، يعني العساكر زمايلي الجنود في القوات المسلحه اللي قعد 12 سنه ولا 10 سنين، انا قعدت 9 سنين في الصاعقه، فيعني بيقولوا يتكلموا قدام مني يعني احنا محاربين ولا سيبونا نروح. فيت الروح كده يعني ايه، بدا في بعض الناس تتضايق. ففوجئت ان انا ممكن استاذنت القائد الله يرحمه سيدنا نقيب سمير، قلت له ممكن اتكلم مع زمايلي شويه احسن في ناس زعلانه متضايقه منهم عشان لا بيحاربوا ولا مروحين. يعني بقى لهم ال 12 سنه ولا 10 سنين 8 سنين الروح المعنويه بدات تنخفض، يعني ما فيش قتال، قاعدين وسوفهمش يروحوا. فقال لي يا ريت والله. جمعهم لي، كتبت جمعها لي بظبطها، وكنت لقيت اول كلمه في حياتي زي توجيه معنوي 22 اغسطس سنه 70، وكتبها بخط ايده هو سياده النقيب سمير رحمه الله عليه، كتبها بخط ايده ان انا قمت بإلقاء اول محاضره او اول توجيه معنوي للزملاء، كتبها وكان متاثر جدا. اللي كانوا بيعيطوا او اللي كانوا زعلانين يعني متضايقين كده وبتاع، وجهت لهم رسائل وانا بتكلم، رسائل لزمايلي. اللي متضايق وعاوز يروح انا اخليه يروح، انا اخليه يمشي يروح، بس ليه شرط واحد، هخرجه من الجيش، اللي عاوز يمشي هخرجه من الجيش، ليه شرط واحد. فكل يبص ذهول، ده جندي زميلنا هيعمل ايه؟ الله يخرب بيتك هتعمل ايه؟ او اللي يروح على البيت يقلع لبس الصعقه، لبس العظمه والرجوله وشرف، يلبسه بقى لامه او لاخته او مراته، يبعتها لنا ويلبس الطرح ويقعد في البيت. انت بتلعب على الحته بقى، حته الكرامه. طبعا، امال ايه؟ كرامتك فين؟ ان كنت انت مش قادر يا اخويا روح، ابعت امك اختك بنتك، احنا اخواتها. تيجي يا عم تلبس لبس الصعقه الشرف العظيم ده، هو لبس البطولات والتحقيقات والنجم، وانت يا عم روح. فحركته ازاي يبقى راجل؟ ازاي ما يفكرش في يوم لو قعد 100 سنه بيدافع عن مصر ما يقولش انا اتاخرت؟ لو حضرتك من قوه ايمانك واقتناعك بما تقوم به، عندك القدره على ان انت تنقل هذه الروح الحماسيه للمتلقي. كنت قاعد معاهم، مش بقولها واروح، كنت قاعد مع اكل من اكلهم وانام في التراب والطين معاهم. كنا جاهزين ندافع عن الوطن بكل ما نملك وبكل قطره دم وقطره عرق. طيب. مش انا بس، كل رجال القوات المسلحه بدون استثناء. قابلت يعني زي ما قلنا انه حضرتك يمكن عملت حاجات كتير ما حدش عملها زيك، ان انت شاركت في حرب وانت مصاب. انت كمان اتكرمت من الرؤساء الثلاثه، من الرئيس جمال عبد الناصر زي ما حكيت لنا، جه زارك في المستشفى وهو اللي امر بانك تعود مره اخرى للجبهه. قابلت الرئيس السادات واتكرمت من الرئيس السادات، وايضا كرمك الرئيس مبارك. ده كريم سير مبارك ده اللي كان ليه حكايه بقى. الرئيس مبارك انا كنت لسه السادات رحمه الله عليه سنه 71 لما قالوا في جندي من الصعقه مش عاوز يمشي متقطع، قال خلوه، ورهوني شكلي في الصعقه وعلقني نشان. يبقى الكلام كده من الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات. تكريمي من القائد والزعيم ونصف مصر الاول العظيم الرئيس محمد مبارك كان بالنسبه لي كان معجزه. انا كنت مستدعي في القوات المسلحه عشان الاحتفال اللي بيقولوا الفضي للقوات المسلحه، استدعاني سياده اللواء سمير فرج اللي هو دلوقتي محافظ الاقصر. الكلام ده من حوالي 13 سنه 18 سنه 12 سنه، وراح واخدني بالحضن، مبروك يا عبد الجواد، قال تم اختيارك وترشيحك من كل الجهات المسؤوله في الدوله
الجندي الوحيد اللي يكرم من رئيس حسني مبارك في اليوم الفضي اللي هو يوم 5 اكتوبر بعد 10 ايام. يا عبد الجواد انت هتكون الجندي الوحيد على 1,200,000 جندي. كان يحسبني الجنون. بتكرم مع مين؟ بتكرم مع عظماء مصر، قادة وزارة الحرب اكتوبر، قادة في حجم من الرئيس السادات، قادة في حجم المشير الجمصي، قادة في حجم المشير محمد الفهمي، قادة في حجم فؤاد ابو ذكري، قادة في حجم عبد المنعم خليل، قادة في حجم عبد المنعم واصل. انا بتكرم مع مين؟ يعني انا اصابني الذهول صراحه يعني وانا بتكرم الرئيس. اتكرمت 4 مرات، كوني اتكرم معاهم في كشف واحد ده تكريم، كوني اكون الجندي الوحيد على مستوى القوات المسلحه تكريم، ومثل الصاعقه ده تكريم. فيعني انا لغايه حتى اللحظه 12 سنه وانا غير مصدق ان كرمت من القائد والزعيم حسني مبارك.